تغير عليه، الأرض تغيرت عليه، الناس، السيارات، يعني كل شيء تغير عليه. ب40 سنة يعني ما شاف ولا شيء من هاي يعني ما شاف سيارة بدون حتى قضبان حديدية على النوافذ، ما شاف ولا ناس بتمشي هيك حواليه ولا على الأرض. فعشنا هناك، ما كنا في نزهة وما كناش في أوتيل، كنا في ظروف صعبة قاسية جدا، وخاصة ما يمر به الأسير الفلسطيني. يعني رغم تهديداتهم بدنا نفرح بإطلاق سراح عميد الأسرى، بدنا نفرح غصب عن الجميع. هم وعدونا امبارح او بلغونا انهم رايحين تجيبوا الشرطه للبيت، فما تيجوش تاخذوه. احنا انتظرنا في البيت وتبين هم اخذوه وحطوه على محطه رعنانه. اتصل من هناك من عامل كان موجود على المحطه بالصدفه انه انا موجود في رعنانه. الاتصال هو كان بساعة 5:30 الصبح، تلقيت مكالمة من رقم اللي مش مسجل عندي، كان كريم على السماعة بكل نديم أنا موجود حاليا في بلدة رعنانة في مفرق كبير وفي بوابة، وأعتقد أنها المحطة المركزية للباصات في رعنانة. أطلقوا سراحي وأعطوني كارت وقالوا لي دبر حالك. قلت له لا تتحرك، خليك في مكانك، إحنا هياتنا على الطريق، إحنا بناخذك وما تطلعش مع حدا. كريم الأصل اعتقل من بيته أن يرجع إلى بيته، أو أن يسمح لأهله أن يصطحبوه من السجن، إنما أن يترك هكذا في الشارع هذه واضح فعل عصابات وليس فعل دولة لها منظوم. يعني إحنا نتعامل مع احتلال خبيث واحتلال قذر، يعني هم لما قاموا بخطوتهم هاي هم خايفين من كريم ومن الحق اللي بجانب كريم. يعني أعطوه كارت تلفون يعني إنه دبر حالك؟ لا أعطوه كارت باص، إنه دبر حالك اصلع عارة. لكن هو التقى في مجموعة شباب فلسطينيين ذاهبين إلى العمل، أخذ منهم التلفون واتصل على حافظ رقمي واتصل معي وقال لي أنا موجود في المكان الفلاني. وماذا مع التهديدات، تهديدات بن كبير؟ يعني حتى الفرحة فرحة بإخراج كريم يونس، ما بدهن إيانا نفرح كمان؟ يعني هناك تهديدات وتخوفات من اقتحام ربما خيمة الاعتصام أو المسيرة. لا أستبعد الآن وأنا معك، هذا أرى الآن مجموعة من الشرطة تأتي، واضح أنهم يستمرون في التضييق، يريدون أن يفسدوا على الناس فرحتهم، لكن بيقين أن شعبنا إن شاء الله تعالى يعرف كيف يحتفي ويحتفل بكريم وغيره من باقي الأسرى. أن يحذو حذو الأسرى اليوم ومنذ سنة، منذ التحرر من سجن جلبوع، الأسرى موحدين كافة الفصائل تحت قيادة واحدة ومظلة واحدة لمواجهة بن كفير وعصابته الذي يهدد منذ قبل أن يدخل حتى وقبل أن يستلم منصبه، يهدد الأسرى وبإرجاعهم لسنوات السبعينات والستينات. وإحنا بنقول لن يتم ترويض أي أسير، الأسير عصيين عن الترويض، والأسرى سيكونوا بالمرصاد كالجبال في وجه هذا المعتوه وعصابته، وإن شاء الله سينتصروا كما سينتصر أبناء شعبنا. لا عصابات سموتريتش ولا بن كفير تفنينا، بل تعزز من وحدتنا ومن نهر وحدتنا إن شاء الله، لنطرد المحتل من أرضنا وتكون لنا دولتنا المستقلة بإذن الله. في السجن 40 عام، رأى السماء فقط بشكل مربع أو بشكل مستطيل حسب ساحة السجن التي كان بها، وأسلاك يعني لم يرى وأسلاك وحديد وكذا. فعندما دسنا هنا على هذا التراب مسكته بيده لئلا يسقط، لأنه اعتاد على المشي على البطن 40 عام، وبالتالي خفت أن تثنيه رجليه فيسقط، ولكن كان شامخا. نعم كريم كان ولا زال، وقلت لك أنه صدم الجميع بهذه القوة، بهذه المعنوية العالية، بهذه الروح الوطنية. بعد 40 سنة يعني ما شاف ولا شيء من هاي، يعني ما شاف سيارة بدون حتى قضبان حديدية على النوافذ، ما شاف ولا ناس بتمشي هيك حواليه ولا على الأرض عادي. هو ما كان شاف الشجر وشاف كل الخضار، كل الوقت كان يشوف فقط جدران وقضبان، جدران وقضبان.
عمره تقريبا العمر 40 عام، 4 عقود من الزمان قضاهن في القهر وفي المشقة ومن المسافات البعيدة عن الأهالي. اليوم احنا بنستقبله وبنحطه على ظهورنا، نحطه بعقولنا بوجداننا. الجنسية يمكن الجنسية الإسرائيلية الكل بيعرف الجنسية الإسرائيلية، ولا الباسبورت الإسرائيلي هو أكثر باسبورت مكروه في العالم، وهو جنسية لا تبجل حاملها، وإنما هي جنسية عنصرية معروفة. لا أحد يأسف على الجنسية، لكننا سنبقى مصرين، لأن نبقى في أرضنا وفي بيوتنا وعلى أرضنا وفي مدننا وقرانا. في برنامجنا كما هو معد، الاحتفالات مستمرة وستستمر لعدة أيام. لا ترهب. إذا كان كريم تراه بعد 40 عام ممتشقا واقفا قويا، فما بالك بأبناء شعبنا، بالشباب، بالصبايا الذين يتواجدون هنا. نحن لا نهاب لا هذا القمع ولا آلة القمع ولا بن كفير ولا غير بن كفير. شو كله شو بتقولي له؟ شو بتقولي له كلمة؟ ألف هنا من الله، ألف حنون من الله، يحنن علينا وعليه ويفرحه ويعطيه كل شيء بالدنيا ينوله. لبطل العروبة، بطل الأسلام كلياته كريم، بطل العروبة، بطل العالم. الحمد لله رب العالمين. الله عادوا علينا وجابوا علينا، وهو الحمد لله مليح وصحته مليحة، والحمد لله رب العالمين. كمان أسبوعين كمان رايح يطلع ماهر إن شاء الله جمعة الجاي نبقى بالحفل عند ماهر ابن عمه. وشو اليوم بتنتينا هيك زغروتة حلوة حجة؟ الله يطول بعمرك حجة، شكرا لك. احنا ما زلنا موجودين في خيمة استقبال الأسير السياسي المحرر عميد الأسرى كريم يونس بعد 40 عاما خلف القضبان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما زال يعني أبناء المجتمع الفلسطيني في الداخل وأيضا من أبناء مجتمعنا الفلسطيني في الضفة يأتون إلى الخيمة في قرية عارة عرعرة لتقديم التهاني للأسير كريم يونس، وأيضا بعض وسائل الإعلام متواجدة هنا. نحن سنكون في بث حي ومباشر على قناة وتطبيق إحنا تي في، وأيضا إجراء المقابلات واللقاءات مع أسرى سياسيين محررين وأيضا من المواطنين، وسنكون على مدار 3 أيام متواجدين هنا في قرية عارة عرعرة لتغطية هذا الحدث الكبير، الحدث المهم بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، وهو إطلاق سراح الأسير المحرر كريم يونس.